كانت الاسر تسعد. قالت لها ايه؟ اي بني ان النصيحه لو تركت لفضل ادب لتركت لذلك منك، يعني انت كويسه، ولكنها تنبيه للغافل وتزكيه للعاقل. اي بنيه انك غدا ستفارقين البيت الذي فيه نشأت والعش الذي فيه دركت إلى بيت لم تألفيه وقرين لم تعرفيه، فكوني له أمة يكن لك عبدا. أي بنية لو أن المرأة استغنت عن الرجل لغنى أبويها وعدم حاجتهما إلى غيرهما لكنت أغنى الناس، ولكن النساء للرجال خلق ولهن خلق الرجال. أي بنية احفظي عني 10 خصال. شوف التربية بقى. تكن لك زخرة أولهما وثانيتهما، الاثنين الأولانيين المعاشرة بالقناعة وحسن الطاعة. أما الثالثة والرابعة فالتفقد لموضع عينيه ولموقع أنفه، فلا تقع عينه منك على قبيح ولا يشم منك إلا أطيب ريحه. أما الخامسة والسادسة فالهدوء عند منامه والتعهد لوقت طعامه، فإن حرارة الجوع ملهبة وتنغيص النوم مغضبة. وأما السابعة والثامنة فالتدبير لماله والإرعاء على حشمه وعياله. وأما التاسعة والعاشرة فأن لا تفشي له سرا ولا تعصي له أمرا، فإنك إن أفشيت سره لم تأمني غدره، وإن أفشيت وإن عصيت أمره أوغرت صدره، والله يخار لك. الله لا يفتح عليها. بالله لو إن دي مثلا كل أم تحفظ دي وتربي بناتها على هذا، إيه اللي يحصل في الكون؟ إنما دلوقتي الأم مشغولة والأب لاهٍ. الأب يمكن ما بيشوفش عياله، بيصحى وهم لسه نايمين، أو يصحى يكون لاقيهم يروحوا المدارس، وبعدين يقعد بالليل يسهر عند القهوة وعلى إخوانه، والأم راح لشغلها وتكلها إلى إيه؟ إلى خادم. من قال أنت تستطيع أن تأتي لولدك ب10 خدم، إنما تستطيع أن تأتي لهم بقلب أم؟ مش ممكن. فهذا بيجي من الفساد، يتسرب إلينا الفساد من هذه النواحي اللي احنا فاهمين انها ايه؟ نعم. وقل رب ارحمهما كما ربياني ايه؟ صغيرا. وبعدين يجي في آية تانية ووصينا الإنسان بوالديه برضه إحسانا أو حسنا إلى آخره. إيه اللي حصل تاني بقى يا سيدي؟ حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. طب كلمة أشد دي يعني بلغ أشده يعني إيه؟ يعني الأشد هو بلوغ الغاية في الجسم والعقل.